مرحبا أستاذ فركوش. أهلين أستاذ مصمم. شو يا فلول؟ عم تعمل حلقات من ورا ظهري وتقول للناس إنك خجلان إنك تقلي إنه تحررنا بمعية فادي صقر وبمعية روسيا؟ أنا حكيت هيك؟ أعوذ بالله. أنت بتصدق إني أحكي هيك كلام؟ ايوه. لكان مين هذا اللي سجل هالحلقة أستاذ فركوش؟ تفضل شوف، هذا حضرتك ولا مو حضرتك؟ لك شو هذا يا؟ هذا المصمم اللي مسمي حاله محمود الدمشقي صار على راسي. كل ما بقترح عليه اقتراح بيرد علي بنشافة وبيقول لي نحن حررناكم. لك وأنا خجلان قل له إنه حررتونا بمعية فادي صقر وبمعية روسيا. إيه أنا أصلا حكيت هيك مشان جاكرك، لأنك بتقلي فلول، ولأنك ما عم تسمع نصيحتي بالاقتراحات اللي عم اقترحها عليك. يا أستاذ فركوش، ما في حدا رضيان يشتغل معنا، يعني ما في غير أنت وطبوش. وطبوش من كم يوم إجا من تركيا، يعني لسه ما استقر وضعه منيح. لهيك ما عم اقدر الا انه استعين بالذكاء الصناعي، وما في مجال نعمل حلقات تمثيليه حقيقيه لانه ما في فريق وما في مصاري. يعني انا وانت وطبوش منتوفين عايفين حالنا. المهم سيدي، شو في عندك اخبار جديده؟ امبارح خطر ببالي اسأل شات جي بي تي هالسؤال، لأنه هو الوحيد اللي راح يجاوب بحيادية. سألته شو هي العلاقات التاريخية اللي بين سوريا وروسيا. رد علي شات جي بي تي وقال لي بوتين ابن حلال، بس بشار الأسد هو اللي نزعه، والصاحب ساحب. ايوه، هيك قال لك شات جي بي تي؟ يخرب بيت هالشات جي بي تي، شو كذاب. عجل إطلاق نار تعبيرا عن الفرح في أحد أعراس مدينة إدلب، ما أدى إلى سقوط مقذوف على الشاب زين العابدين وقتله على الفور. وتعليقا على الحادث المؤلم قال رئيس جمهورية كلمين إيدو إلو أن نساء ترمل وأطفالا تيتم كرمال حمار معبى بنطلون يتباهى أنه معه سلاح، وسلاح بإيد بيقتل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة، حتى الدولة تقدر تحط حد لهالمهزلة لازم تسن قانون يعتبر إطلاق الرصاص في حالات الفرح أو الحزن يعتبر شروع بالقتل، وإذا الرصاص أصاب أحد وقتله لازم تعتبر الجريمة قتل عمد. غير هيك ما رح يمشي الحال.